لو ناوي تشتري عربية وقلت استنى شوية يمكن ترخص أكتر، خليك معايا وهقولك إيه التفاصيل. تحذير رسمي طلع بيقول إن أسعار بعض العربيات ممكن تطلع من جديد، خصوصا العربيات الصينية اللي كانت نازلة بقوة الفترة اللي عدت. المهندس علاء السبع عضو شعبة السيارات قال إن السبب الأساسي هو تقليل دعم صادرات من بعض الشركات العالمية، وده معناه تكلفة استيراد العربيات دي هتزيد، والزيادة غالبا هتوصل للمستهلك. طيب هو ليه الأسعار كانت نازلة أصلا؟ خلال 2025 حصل عاملين مهمين جدا، سعر العملة الأجنبية هدي أكتر، وسعر الفايدة البنكية نزل لحد 7.4%، وده كله شجع الاستيراد وزود المعروض وخلى السوق يتحرك بعد ركود سنين طويلة. ناس كتير اشترت والمعارض اشتغلت والمبيعات رجعت من تاني، بس 2026 شكلها مختلفة. التوقعات بتتكلم عن تقلبات في سعر العملة وتحركات جديدة في أسعار الفايدة، ممكن يكون فيها خفض بس تأثيرها مش هيبقى زي السنة اللي عدت. الأهم إن العربيات الصينية بالذات اللي كانت معتمدة على دعم قوي ممكن تشهد زيادات سعرية لو الدعم اتقلص بشكل أكبر، وده معناه إن موجة التخفيضات الكبيرة مش هتفضل للأبد. يعني لو بتفكر تشتري عربية ده أنسب وقت ليك دلوقتي.